في يوم من الأيام شاب كان قاعد في بيته بالليل، والشاب ده كان قاعد لوحده وباقي العيلة كانت نايمة. شغل الأغاني وحط السماعات في ودنه ودخل يعمل لنفسه أكل، وبعد شوية وهو واقف في المطبخ بيحضر لنفسه الأكل حس إن جسمه بيطلع حرارة جديد، فمسك هواية وفضل يهوى على نفسه وقال في باله طبيعي السخونة دي تيجي في جسمي علشان أنا واقف في المطبخ. ولكنه فجأة تخيل إن في شخص واقف وراه، جسم ضخم جدا وأسود. لف بسرعة من الخضة يبص عليه فملقاش حد، فضل واقف شوية كده متوتر وبعدين طلع من المطبخ، حط الاكل اللي عمله وقعد في الصاله، لكن عينه ما اتشالتش من على المطبخ. ولكن لما لقى كل شيء طبيعي رجع يسمع اغاني وبدا ياكل. ووقتها سمع اللي بينادي باسمه، فشال السماعه من ودنه وراح لاهله يسالهم هم بينادوا ليه. الغريب لما دخل عليهم الاوضه لقاهم كلهم نايمين في سابع نوم. دخل على اخواته في الاوضه التانيه لقاهم برضه نايمين في سابع نوم. فالشاب وقف مع نفسه مستغرب من اللي حصل، رجع تاني يكمل اكله ويسمع اغاني. ولكن بعد شويه سمع اللي بينادي باسم، فعمل نفسه مش واخد باله علشان يعرف مين اللي بينادي عليه، وكان باصص بالاخص على غرفة اخواته. كان شاكك يعني ان في حد من اخواته بيعمل فيه مقلب وكده. ولكن الغريب الصوت بيتكرر تاني وتالت، وفي حد بينادي عليه وبيقول له انا هنا يا محمد. محمد ركز في الصوت، لا اصلا الصوت ده جاي من الشمال مش من اليمين، والناحية دي مفيش حد اصلا من اهله نايم فيها. فلف وشه بالراحة يبص، فلقى شكل مخيف قاعد جنبه وحاطط وشه في وشه. وقتها قعد يصرخ بصوت عالي وينادي على اهله لكن مش قادر يقوم، كأن في حد ماسك رجليه ومش مخليه يتحرك. وقتها الكائن المرعب ده حط ايده على راس محمد وقعد يتنتن بكلام غريب، وبعد ما خلص اختفى ورجع كل شيء طبيعي. محمد قعد يصرخ وطلع يجري على اهله وصحاه وحكى لهم على كل اللي حصل معاه. فاهله تاني يوم خدوه وراحوا على شيخ بيعالج بالقرآن، ولما حكوا للشيخ على اللي حصل قال لهم اللي جاله ده ساحر من الجن، وكان بيحضر عليه مجموعة كبيرة من الشياطين، عشيرة يعني، علشان يكونوا ابنكم بوابة للعالم بتاعنا اليوم. واختار ابنكم بالذات لانه بعيد جدا عن ربنا، مش كده؟ رد عليه واقر وقال له فعلا. الشيخ وقتها قعد يقرا عليه قرآن واداله حاجات كده يغتسل بيها علشان الحاجات دي تحفظه، ومن وقتها هو مداوم عليها ومفيش جديد حصل معاه. الغرض من القصة دي يا صديقي عايز اقول لك اوعى تكون بعيد عن ربنا مهما كنت بتاع، ما تقطعش الخيط اللي بينك وبين ربنا، حافظ على نفسك وبس كده.